مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات العشوائي، ومبروك النادي الأهلي صعوده للنهائي. بص على اللوحة، بص على اللوحة. نادي الأهلي نفسه مفتوح، ده اللي جمهور الأهلي نهى بالماتش. نرجع ونتكلم على بابا الشغلانة. بابا الشغلانة كل يوم بيثبت لك إنه بأي لعيب يقدر ياخد الماتش. بابا الشغلانة الجواهرجي السويسري على رأي أيمن الكاشف، عنده فكر، عنده تكتيك، بيقرا المنافس، بيتفرج، وده بيثبت كل مرة بنقول في الفيديو ان الراجل ده بيشتغل. طيب نبتدي النهارده. عمل ايه بقى بابا الشغلانه؟ ابتدى بمحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، اللي انا عن كرأيي شايف محمد عبد المنعم لو فضل بالمستوى ده مش هيقعد في مصر كتير. وياسر ابراهيم، ولعب هاني معلول وحط تحت معلول 100 خط عشان هنرجع ونتكلم عليه، بمروان، اليو ديانج، ولعب بقفشه، ولعب بحسين الشحات، بيرستاو، وموديس. اسمه تقيل عليا زي ما حركته تقيله في الملعب، يعني هو اسمه تقيل على قلبي وحركته تقيله في الملعب. المهم ابتدى بالخطه ديت، وكان بدأ يلعب بخطه 4-3-3. لقى انبي بيلعب بخطه 9-1. لو يعني انا المدرب بتاع انبي حتى بعد ما دخل معاه الجون ما بدأش يتحرك، هيلعب بنفس القصه 5 و4 وسايب واحد بس هو اللي بيهاجم. فهيعمل ايه بقى بابا الشغلانه؟ راح مطلع اليو ديانج قدام، وخلى قفشه مال على ناحيه حسين الشحات، وخلى بيرستاو بقى ينزل سنه لتحت، وبيخلي هاني يطلع وبيفتح مسافه، وهي الكوره اللي جه منها الجول لضربه الجزاء هي من الفتحه دي. لعيبه انبي هم مش عارفين ان اليو ديانج هيتحرك ويخش في عمق منطقه الجزاء بتاعتهم، لان اتنين، واحد مع محمد هاني والتاني المساك نزل مع بيرستاو، وواحد مع قفشه، والناحيه التانيه واحد مع حسين الشحات، ودخل اليو ديانج من وسط واخترق وجات منها ضربه الجزاء. ده المدرب اللي قاعد واعي، قاعد فاهم. لما بدأ انبي ينظم صفوفه اكتر، بدأ بيرستاو يخش لجوه، بدأ محمد هاني يدخل لورا، يعني محمد هاني بقى يرجع، بيرستاو بقى هو اللي يطلع يستقبله، بيرستاو يحطها له من وراه يبقى اعملها عرضيه. الناحيه التانيه نفس القصه، حسين الشحات يفتح لعلي معلول عشان يعملها عرضيه، بقينا نلعب على العرضيات عشان المهاجم اللي معانا. في بس كام لقطه برضو ما عجبتنيش، ولازم جهاز الاهلي يتكلم مع اللعيبه في الحاجات دي. اولا مروان دي مش اول مره يعملها، يشد لعيب في كوره ملهاش اي 30 لازمه وياخد عليها انذار. عملها الماتش اللي قبليها في افريقيا، وكان لازم حد يشده من ودنه. ما ينفعش تضيع مثلا مجهودنا في كوره عبيطه. كوره عبيطه زي دي خدت انذار، خبطته خبطه تانية خدت انذار تاني، انت اتطردت. هنرجع تاني نقول يا ريت ما كنا شدينا. انت بتشده ليه؟ ده في نص الملعب وراح لوحده، ملهاش اي 30 الف لازمه. نفس القصه حسين الشحات برضو اتنرفز من غير اي حاجه، وانا اصلا الكوره ليا وليا ضربه جزاء، انت ليه تشده ولا تزقه ولا تعمل فتاخد انذار؟ برضو في كوره زي دي تروح واخد انذار تاني وطالع، الماتش يتقلب عليا. ليه؟ ليه؟ فلازم الحاجات دي نتكلم فيها مع اللعيبه. الشوط التاني ابتديت وربنا كرمك وخطفت جون، فابتدى انبي يضغط عليك من التلت الاولاني بتاعك، بقى يضغط من عند عبد المنعم وياسر. فعمل ايه كولر؟ فبدأ راح منزل امام عاشور، وامام عاشور النهارده بيثبت لك ان هو بيلعب في اي مكان، وبيقول لك ان كولر بيلعب في اي حته، بيلعب اي لعيب في اي حته، ونزل الولد الخطير كريستو. عملت دم جديد، امام عاشور يرجع يدافع مع قفشه ويرجع يدافع مع اليو ديانج ومروان، في نفس الوقت امام عاشور يقدر يطلع قدام
فبدات لعيبه انبي تهمل، تروح عامل ايه تاني، تروح تبدا بقى تروح منزل، خلاص بقى تبدا تنزل بقى الناس بدم جديد، طلع مروان، طلع وتنزل كهربا، نزل الواد كوكا، مع ان احنا كان نفسنا نشوف اكرم، بس كوكا برضو واقف على رجليه. ونهيت الماتش 3-0، وانت المفروض على الاقل تكسب بالكره الاخيره بتاعت كريستوس دي 4-5 مرتاح. الموفيست دوت ولا موفيست دوت محتاج شغل كتير. يعني لو بصيت في حركته كده هو تقيل، بس حركته يعني هو لمسته حلوه، بس تقيل، تحس كأنه عايز شغل بدني اكتر، عايز اهتمام بيه اكتر، عايز ان انت الجمهور على طول يبقى بيتابعه. هو اللعيب ده فاكش باين عليه ان هو نفسي، فان شاء الله كولر يقدر يتعامل معاه. امام عاشور كل ماتش بيثبت ان هو الحته اللي ناقصه في تشكيله الاهلي. امام عاشور جاب جون، امام عاشور احتفل بالجون بطريقه ابو تريكه، ما راحش داس لايك مش عارف فين. كل الناس في الصفحات الناحيه التانيه ما بتعملش حاجه غير ان هي بتكتب عن امام عاشور. امام عاشور عطس، امام عاشور كح، امام عاشور راح، امام عاشور جه. حتى لقطه اللي اسمه المالت نفس القصه، محمد عبد الله نفس القصه. فده بيثبت ان الواد ده كان فعلا صفقه تقيله بالنسبه لهم. واد كان رمان، حتى لو هو مش ابنهم فهو كان بيشيل ويجر نادي الزمالك. ف... ف يعني ايه، عايزين ان احنا تحاجوا عليه، يعني جمهور الاهلي حاجه على الواد، ما تخلوهوش برضه على قد كده ما يطلعش فوق قوي، في نفس الوقت تبدا تحاجه عليه وما توصلوش ان هو ايه، يبدا يسمع منهم او يستفزوه او وصلنا نهائي الكاس ان شاء الله. ايا كان مين بقى يلعبنا، الزمالك، بيراميدز، احنا مستعدين كل ماتش بنثبت ان احنا اقوى فريق في افريقيا. بوجود اي لعيب، رضا سليم، بيرسي تاو، حسين الشحات، كريستو، طاهر، كل الناس جاهزه، وده اللي بسطنا وده اللي مريحنا. بس اللي انا طالبه من لعيبه الاهلي لما يبقى الماتش في المتناول تذبح، الماتش في المتناول تكسر، الماتش في المتناول تدشمل، الفرصه جات لك كسر موت خلاص. انما انا اجيب جون والتاني وابدا اهدى واحس ان بقى عليا خطوره، مش هنستقبل احنا الكلام ده، مش هنستقبل احنا الكلام ده. مبروك علينا الفوز، مبروك على اللعيبه، مبروك على المدرب، مبروك على الشناوي، مبروك على محمد عبد المنعم، محمد هاني. محمد هاني النهارده من نجوم الماتش، علي معلول من نجوم الماتش، لان قلنا لازم الواد لغايه اخر ثانيه بيتزحلق، بيقطع كوره، بيغطي، بيجيب جون، بيعمل عرضيات. فلازم من دلوقتي نبدا نشتغل على باك شمال، عشان هنتاثر جدا 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 برحيل علي معلول. هنتاثر قوي، من اكتر الناس اللي هتاثرنا علي معلول. محتاجين ان احنا نشتغل على القصه ديت، عشان ما نرجعش نقول يعني نستنى لاخر ثانيه ونرجع بعد كده نقول يا ريتنا ما عملنا، ويا ريتنا رتبنا، ويا ريتنا فكرنا. محتاجين نجهز برضو راس حربه بديل. ما نعرفش الراجل ده ممكن يكمل معانا ولا ما يكملش، هينفع مع كولر، ما يبقى برضو لازم يبقى عندنا بلان بي. نركز اللي جاي احسن، وصلنا نهائي الكاس، هنبدا نشتغل على الدوري بقى ونرجع نلعب للاسماعيلي ان شاء الله يوم الاحد الجاي. افريقيا صعدنا دوري المجموعات، الراجل ماشي بخطه ثابته. محتاجين اكتر واكتر دعم من جمهور الاهلي، اكتر من دعم من اداره الاهلي، واللي جاي احسن يا جمهور الاهلي، لسه اللي جاي احسن لينا وللعيبه وللنادي. وشكرا.